هم المصريين راحوا فين يا ناس؟ وديتوا المصريين فين؟ فين المصريين اللي انا سبتهم من 40 سنة فاتوا؟ انا مش شايفه الا امعات او بيظهر لي كده، انا اسف ما اقصدش الجميع يعني، بدليل ان انا عندي الاف الاصدقاء اللي هم من نفس ثقافتي ومن نفس تعليمي. لكن اللي برد عليهم، اللي بيقابلوني، اللي بيردوا عليا، اللي بيناقشوني، اللي بينظروني امعات يا ناس. ناس في الدموع والاسى. اقنعتهم ان استعمال العقل حرام والتفكير حرام. وصلنا لدرجه مترديه جدا. الناس عقولها بقت في الدموع والاسى. مفيش. اعمل فيديو المفترض والمعروف، وشفت برامج تلفزيونيه في جميع البلاد العربيه تقريبا، والناس بتتكلم عادي وبيناقشوا عادي وبيعملوا نكت عادي وبيهزروا عادي. عندنا احنا طالعين لي في حاجه اسمها ايحاءات. ايحاءات ايه وخرا ايه؟ وحتى لو ما بتكلمش ايحاءات، حتى لو بتكلم مباشره، انا عملت بص كله عباره عن اني بحب مصر. البوست عباره عن اني بحب مصر، وبقول طريقتي في حب مصر ازاي. حبيت الفت النظر في ان انا عملت الكلام ده، بحبها وهي فوق وبحبها وهي تحت. ما معناها ان لما تكون احوالها الاقتصاديه مترديه او احوالها الاجتماعيه مترديه او احوالها متحسنه، يعني هو لازم فوق وتحت دي تبقى مره؟ ايه الغباوه دي؟ لما لقيت التعليقات اللي بتجيلي على الخاص زايده عن اللزوم، والناس عماله تتكلم على ايحاءات وحاجات، انا طب انا اعمل ايه؟ فرحت كاتب بوست صغنطوط كده اهوت، بوست هبل خالص ملوش اي معنى. منطقي، بوست منطقي جدا 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 في بلد لو دولة الموز، لو جمهورية الموز، لو اي دولة في العالم. البوست اللي انا كاتبه ده منطقي جدا، الا وهو ان الدولة مش دورها انها تربيني، مش دورها انها تدخلني الجنة، مش دورها انها تحسن اخلاقي. ده مش شغل دولة، ده شغل ابويا وامي. طالما ان انا اخلاقي الوسخة او الحلوة، طالما الاخلاق ما بتضرش حد، ما باذيش حد فيها، ما بسببش ضرر لحد، ضرر مادي معنوي غيره، انا حر في اخلاقي. ليه الدولة عاوزة تدخلني الجنة؟ ليه؟ انا مش عاوز ادخل الجنة. البوست ببساطة كده بيقول ان الدولة مش دورها انها تربي المواطن. البني ادم اما تيجي الدولة انا اتكلم بكلمة ولا اعبر بتعبير، طالما ان انا ما ضرتش حد، لو الدولة جت تحاسبني على كده يبقى ده اعتداء على حقوق الانسان. طالما لم يقع ضرر على حد، ده اعتداء على حقوق الانسان. حريتي، محدش يقدر ياخد مني حريتي ان انا اعبر عن الحاجة اللي انا عاوز اقولها بطريقتي. مش لازم اعبر عليها بالدين، الدين بتاعك خليهولك. يجي لي واحد وفجأة يا اخي ترى الرجل فيعجبك منظره حتى تسمع كلامه فتلاقيه جاموسه. ترى الرجل، بصيت لواحد شغال لي عمال تيك مباحث الانترنت، تيك ويسير تنمر، طب مش عارف ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ راجل شنبه ابيض يعني كبير في السن مش صغير، وشكله يا اخي معقول، لو شفته هتقول عليه ان هو ما شاء الله. ايه التفاهه دي؟ رديت عليه بكلمه تفاهه امك ملهاش حدود او حاجه من هذا المعنى. فوجئت انه مباحث الانترنت تمام. يا جدعان، اول حاجه مباحث الانترنت وغير مباحث الانترنت طبعا ده بالنسبه لهم صيده، حاجه حلوه جدا. يعني ان ده وده يقعد يبلغ لهم، يوصل لهم من ضمن 60 من 1000 بلاغ هيجي لهم بلاغ واحد يطلع صح. هم استفادوا. يعني انا لا الومهم، انا بلوم الناس اللي وصلت عقليتها الى هذه الدرجه. انا بقول الدوله مش دورها انها تعلمني الادب ولا تحسن لي اخلاقي
وانا اقول اللي انا عاوزه بطريقتي طالما ما بضرش حد. ايه الغريب في كده؟ يبلغ عني مباحث الانترنت ليه؟ عشان ايه؟ عملت ايه؟ طبعا انا ماليش دعوه بمباحث الانترنت زي ما انا قلت لكم. حد يكره ان يجي له شغل وهو قاعد ويدور، ده هيدنه لما في مره هيصدف لقضيه ويقعد يقول لك توجيهات السيد الباذنجان والمش عارف ايه والكلام ده عادي خالص. انا بدور على الحيوان، وبقول عليه الحيوان لانه لا يرقى الى مستوى انسان اللي يوصل بيه عقليته انه يعمل فيا كده او يحاول يعمل كده. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده يا ناس؟ ثانيا بقول لك انا عامل في فيديو وطني جدا جدا جدا، بقول وبناشد السيسي فيه انه يبطل استخدام للدين في كلامه، لان مصر ربنا مش حافظها ولا حاجه، طول عمرها متنيله بالنيله، طول عمرها محتله ومهزومه وما انتصرناش على نصر واحد، احنا الوحيدين اللي بنعترف بيه. يبقى حافظها فين يعني؟ ما حفظهاش للسنين دي كلها، القرون دي كلها. الفيديو عباره عن كده. ايه المشكله بقى يعني؟ ايحاءات ايه اللي انا قلتها؟ وحتى لو قلت اللفظ نفس الالفاظ نفسها بدون ايحاءات، لو قلتها صريحه حقي محدش يقدر يمنعني فيه، وبيناقش وبيتكلم ناس بتتكلم فيه. الدوله مش دورها تأدبني ولا تربيني ولا تقول لي اتكلم ازاي. طالعين لي بقوانين اثاره الفتنه حاجات هبله وعبيطه، وللاسف القضاه بتاخد بيها وبتمشي بيها. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انا لست على ارض مصريه. انا بخاطب الفيسبوك ليس ملك للدوله المصريه، والحاجه الوحيده ان الدوله المصريه تقدر تتدخل فيها عن طريق الفيسبوك لو هذا ما يتم استخدام الفيسبوك فيه هي جرائم دولية، زي تجارة بالأطفال، زي ابتزاز أموال، زي هاكينج، زي الحاجات دي كلها هي اللي من حقها تتدخل فيها زي أي دولة. إنما واحد يطلع على الإنترنت يهز بنت تهز وسطها، أو راجل يعمل مش عارف إيه يقول لك الأخلاق الحميدة خرج عن الأخلاق. إيه الهبل اللي أنتوا فيه ده؟ أنتوا وصلتوا لإيه بالظبط؟ فينكم يا مصريين؟ فين اللي أنا سبتهم يا ناس قبل كده قبل ما أجي؟ اللي موجودين دلوقتي شويه. انا اسف برضو للمره المليون، انا بقول اللي هم اللي بتعرض لهم انا في خناقاتي امعات يا ناس، امعات. طبعا لا يفوتني ان انا اقول ان انا مثلا في مقابل ان جالي نقدين 2، لا عندي كام و30 استحسان، ما قلتش حاجه، بس للاسف العقليه العاطبه ديت بتقلبني. ما ينفعش ان في ناس تكون بالعقليات دي دلوقتي. والعجيب ان انا بقول لك انا حاولت اطلع اشوفه بيشتغل ايه، مش عارف، حتى كتبت له على صفحته انت يا ابني بتشتغل، انا تهت فيه، شكلك حلو لكن مخك مش حلو خالص. ولا يقول لك ايحاءات جنسيه، جنسيه ايه؟ هي مصر فوق ومصر تحت ديت لازم تتاخد على انها مره فوق ومره تحت؟ بلاش مره، ست فوق وست تحت. انا اتكلم زي ما انا عايز، لا انت ولا حكومتك ولا السيسي ولا الجن الازرق يقدر يقول لك اتكلم ازاي او لازم اتكلم ازاي. وانت وحكومتك والسيسي مش هيحبوا مصر قدي، وبقولها بمنتهى البساطه والوضوح. اعتقادي وايماني الذاتي ان لا انت ولا حكومتك ولا السيسي بيحب مصر قدي. تاكل بلاوي.